السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التاريخ اليوم الأحد 22/1/2023. جينا في زيارة إلى أحد الإخوان الأصدقاء، عنده خيمة بالبر وعنده غنم ما شاء الله، الله يبارك له فيها. هذا خزان ماء، وهذا يسمونه بالكويت شاليه. نعم، وهو يكون سكن متكامل، يكون فيه مطبخ ويكون فيه مكان للنوم على حسب التفصيل. هذا الهندي اللي موجود بالمطبخ، وهذا السكن. نعم، وتختلف الأحجام من صغير إلى كبير على حسب حاجة صاحب وهذا الظاهر خم دجاج، بالنهار يكون مفتوح، فالدجاج يطلع يسرح بالبر، يعني قريب من الدجاج أو قريب من الغنم عفوا. ثم إذا أوشكت الشمس على المغيب يرد الدجاج على نفس المكان هذا ويتم الإغلاق عليه. نعم، هذا قفص الدجاج. نعم، حتى فيه بيضة ما شاء الله، أشوفها بيضة صغيرة، يمكن دجاجة صغيرة. وهذا المكان اللي مربي فيه رجل الغنم. والمناطق هذه كلها اللي عنده إبل نياق، واللي عنده ماعز، واللي عنده غنم، وكل واحد سبحان الله على حسب ميوله وعلى حسب هوايته. نعم، هذه الغنم يفرزون الصغير الحالة ويفرزون الإناث. نعم، هذا الغنم ما شاء الله، الله يبارك له فيها. وقلت هذا الدجاج يقضي يومه بين الغنم، وآخر النهار يعود إلى الخم. نعم، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له ما شاء الله. هذه الغنم ليست مثل الغنم اللي عندنا بالمغرب. هذه ذيل النعجة أو ذيل الخروف كله دهن، ويسمونها اللية. نعم، يعني مختلفة تماما عن الأنواع اللي موجودة عندنا في المملكة المغربية. الغنم خافت، راح أبخر عنها شوي. والإطعام يطعمون الغنم أعلاف شعير، يكون شعير مدعوم من الدولة لكافة الملاك الحلال، بما فيها الإبل والغنم والماعز. وكذلك الناس يجيبون بقايا الخضروات من المزارع بعد ما يتم مثلا جني المحصول من الطماط، من الباذنجان، الفلفل وغيرها، ويسمونه بالكويت الطياح. هذا العشب الأخضر يسمونه بالكويت الطياح. نعم، نحاول الابتعاد عن الغنم حتى نعم لا تشرد من مكانها. وسبحان الله، قلت الناس سبحان الله على حسب ميولها. فيه ناس مثلا يملكون الغنم أو الأنعام هذه ويبات عندها، لكن اللي يكون مشرف عليها يطعمها ويرضع صغارها ويسقيها يكون بالنسبة للإبل يحطون سوداني، الغالبية يحطون سوداني. وبالنسبة للغنم غالبية اللي يشتغلون في النشاط هذا يا من بنغلاديش يا من الهند. هذا اللي موجود بالمكان هذا من ولاية بالهند اسمها ولاية أندرا. والمكان هذا كما قلت كله بر في بر ما شاء الله. نعم، وأتينا اليوم نتغدى
هذه سيارة أبو الولد، هذا السيارة البيضاء، هذه سيارة أبو راشد. نعم. ونسيت أصور لكم هذا اللي عند الغنم، هذا يخزنون فيه الماء كذلك، يتم تخزين فيها الماء. وفي بعض الناس عندهم شاحنات عليها يسمونها تانكي أو صهريج متنقل. نعم. شوف هذا مكتوب عليه موديل برازيل. نعم، موديل برازيل، والماركة اسمها جمالين. هذا يخزنون فيها الماء. نعم. لا إله إلا الله. فسألت راعي الغنم هذا، قال لي الشاحنات الكبيرة اللي تنقل المياه أو التانك الكبير، قال ما يجي للمنطقة هذه لأنه يغرز في الرمل، لكن يجيبون الحجم الصغير. نعم. وهذا عنده عجلات، هذا الشاليه إذا بغى ينقل من المكان هذا إلى مكان ثاني يجيب شاحنة أو يجيب حراثة مثلا أو ويسحب الشاليه. نعم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذه بعد معدات الطبخ اللي ما يشتغلون فيها أو ما يشتغلون عليها دائم، يعني يخلونها بس وقت الحاجة فيتم وضعها جانبا. نعم. ما شاء الله تبارك الله. والخيمة يفتحون لها باب من خلف من أجل التهوية، والجو ما شاء الله معتدل. نعم. ونلقاكم إن شاء الله في فيديو ثاني بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.